الفيفا تعلن فوز المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 والملك محمد السادس يرد. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة. وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة. بدوره، أكد ملك المغرب محمد السادس خبر اختيار ملف المغرب وإسبانيا البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030. وأضاف ملك المغرب في بيان صادر عن الديوان الملكي أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة. وتابع البيان: بهذه المناسبة أعرب جلالة الملك عن تهنئته لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة. ويعتبر طلب الترشيح المغربي السادس من نوعه بعد الإخفاق في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى لمونديال 1994 واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2026 التي ذهبت لمصلحة الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وليد الركراكي يعلن عن لائحة لاعبي المنتخب المغربي لمواجهة الكوت ديفوار وليبيريا ويستبعد 4 لاعبين لهذا السبب. استبعد وليد الركراكي 4 لاعبين من القائمة المستدعاة لمواجهة منتخب الكوت ديفوار المرتقبة يوم 14 من أكتوبر الجاري، وليبيريا يوم 17 من نفس الشهر برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم. وقرر الركراكي استبعاد كل من عبد الحميد صابيري ووليد شديرة وجواد الياميق من حساباته للمباراتين المقبلتين، فيما حرمت الإصابة كل من زكرياء أبو خلال وعبد الرزاق حمد الله وسفيان بوفالي وآدام ماسينا من التواجد في لائحة الأسود. وفيما يلي لائحة 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة: حراسة المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، مهدي بن عبيد. الدفاع: نايف أكرد، غانم سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يونس عبد الحميد، عبد الكبير عبقار. الوسط: أمير ريتشاردسون، سفيان أمرابط، إسماعيل صباري، أسامة العزوزي، سليم أملاح، أمين حارث، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس. الهجوم: إبراهيم صلاح، حكيم زياش، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، طارق تيسودالي، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي. ويشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سواجه كوت ديفوار وديا في 14 من أكتوبر بأبيجان، وليبيريا في 17 من أكتوبر 2023 بأكادير لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم المؤجلة من 9 شتنبر الماضي بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب.